الله الرحمن الرحيم. أخي الكريم، أختي الكريمة، وصلتني رسالة يقول كاتبها: كان قريبنا يدرس في الجامعة التي تبعد عن القرية قرابة 350 كيلو متر تقريبا، وكان يقضي إجازته الأسبوعية عند والديه بارا بهما، وكان له قرين سوء في القرية يحقد على قريبنا لتفوقه الدراسي ونجاحه ومثابرته، حتى جاء ذلك اليوم الذي دبر قرين السوء مكيدة، أخذ كمية من المخدرات وأخفاها في حقيبة سيارة قريبنا الخلفية. كان قريبنا يستعد للذهاب إلى الجامعة فجر السبت كعادته، لم يشعر بتلك المكيدة. انطلق صاحب السوء مسرعا إلى مركز التفتيش، أبلغ الشرطة أنه سيقدم عليكم طالب يدرس في الجامعة، سيارته لونها كذا، رقم لوحتها كذا، يتاجر بالمخدرات. شكروه، انتظر معهم. سار قريبنا كعادته، فجأة حدث المكروه والهم الذي يحدث لنا ولا نريده بأن تعطل إطار السيارة عليه. نزل من السيارة، فتح الحقيبة الخلفية للسيارة ليستخرج الإطار الاحتياطي، رفع الغطاء عن الإطار الاحتياطي، وجد كيسا أبيض لا يعرف ما هو، ألقاه في الصحراء. أبدل الإطار المتعطل بالصالح، ثم انطلق متوكلا على الله إلى الجامعة. وصل عند مركز التفتيش الذي في الطريق، أوقفوه، فوجئ بتفتيش السيارة كاملة، لم يجدوا شيئا، فتشوا بدقة، لم يجدوا شيئا. قال لهم: عما تبحثون؟ فأخبروه، فقال: لقد تعطل إطار السيارة، فوجدت كيسا أبيضا فألقيته في الصحراء. فتعجبوا من صدقه وصراحته، فانتقلت التهمة إلى قرين السوء، فما كان منه إلا الاعتراف ليقع خلف قضبان السجن، فإذا بفضل الله ثم الإطار المتعطل يشع الخير. ولك أن تتخيل أخي كيف سيكون حال صاحبنا لو لم يتعطل إطار السيارة. فما أعجبه من هم أنقذ صاحبه وأراح الناس من صاحب السوء. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير. أسأل الله أن يرفع قدر كل من نشر هذا المقطع، وأن يجعله في ميزان حسناته.